اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم مطبخ ام عمر. ان شاء الله النهارده بقى هنعمل بصاره اكتشفتها كده ان انا ما عملتهاش خالص معاكم في القناه، واول مره اعملها النهارده. طريقه البصاره من ايد ام عمر هتعجبكم جدا. احنا معانا الفول المدشوش الحبايه الكامله بس مقسومه نصين، ماشي؟ دوت نص كيلو، انا غسلاه ومخليه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. ده مغسول بس مش منقوع، تمام كده. البصاره بقى بيتحط لها ايه؟ بيتحط لها بصلايه. احنا الكلام ده كله في السليق. بصلايه كده متقطعه، تمام، وكم فص توم بالطريقه دي، وكم قرن فلفل كده. نشيل القلب بتاعه، بسم الله. بالطريقه دي كده. والخضره، خضره ايه بقى؟ خضره كزبره وشبت وبقدونس، متنضفه ومتشال العيدان بتاعتها. العيدان الناشفه دي بلاش منها، حطوا بس العود الاخضر الطري والورقات والورق بتاعها ده كده، تمام كده. اي عود كده مش عاجبك شيليه. والخضره الثلاث نوعيات، الكزبره والشبت والبقدونس، هنخرطها كده. البصاره من الاكلات الشعبيه الجميله جدا. اي اكل بقى اليومين دول خفيف كده وسهل نعمله كده نسهل لروحنا. بسم الله. ان شاء الله شهر رمضان مبارك عليكم، واجعله كده يا رب يخش عليكم بالخير ان شاء الله، اللهم امين. كده معانا الفول المدشوش والبصلايه والثوم والخضره وقرنين الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر بيديها ريحه وطعم جميل، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه بلاش. كده هنحط ايه بقى؟ هنحط الميه. هزود ميه كمان ثواني. دي ميه من الحنفيه، ما فيهاش اي حاجه، ميه من الحنفيه بارده خالص. هنمسك بقى الحاجات دي كده اهوت بالطريقه دي، ونغطي الحله واولع عليها البوتاجاز بالطريقه دي. واول ما الفول يستوي ويعني خلاص كده ويبقى زي الكريمي كده ويستوي خالص، والخضار والحاجه اللي عليه دي كده تستوي، هنرجع مع بعض نفرمها في الخلاط واقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني كده. البصاره استوت. بصوا بقى، اول ما الفول بسم الله ما شاء الله يتهري كده بالطريقه دي، تعرفي كده ان ايه؟ البصاره بتاعتك استوت، تمام كده. تهدى بقى كده وهنضربها في الخلاط. شايفين الجمال؟ ريحتها قلب البيت، بسم الله ما شاء الله. نفرمها في الخلاط نرجع لكم تاني. كده فرمناها في الخلاط، وانت بتفرميها ما تخليهاش تنعم قوي قوي، يعني ايه، ما تقرصيش عليها، هي كده ناعمه وجميله بس يعني ما فرمناهاش قوي. شايفين بقى الجمال؟ في ناس بقى بتحط لها شعريه ملوخيه صغيره خالص بحيث ان لونها يبقى ايه، يبقى اللون الاخضر الجميل ده، ماشي. فاحنا شكلها كده مش هتحوز لان الخضره بتاعتها حلوه ومظبوطه. نحط لها بقى ايه، ممكن لو عايزين طلعت اللون بتاعها مش لون فاتحه شويه مش خضره، حبه شعريه ملوخيه صغيره، معلقه الشاي، وتفركيها وتحطيها. الخضره جت مظبوطه زي كده، خلاص ما تحطيش ملوخيه. واحنا ان شاء الله النهارده مش هنحط لان لونها جميل ومش محتاجه. التوابل بقى بتاعتنا ايه؟ التوابل بتاعتنا هنبتدي نحط لها توابل عشان نحطها نردها على النار تاني عشان نعمل لها بقى ايه البصل بتاعها، ماشي.
هنحط لها ملح. الناس اللي بتحب بقى الايه السبايسي وتبقى حاميه وجميله هنحط لها شطه. هنحط لها كمون بس مش كتير، اقل من الشطه. ماشي كده. دي توابل البصاره بس كده. بقى ايه هنقلب ونقيمها على النار تاني ونكرمل لها بقى البصل ونقول لكم هنعمل ايه. نجيب بقى طاسه كده او اي قلايه عندك، تمام كده، وهنجيب يعني ايه 3 بصلات متوسطين كده، هنقطعهم بقى ايه زي بصل الكشري كده رفيع كده بالطريقه دي. وهنمسكه في حبه زيت نحمره عشان البصاره بتاعتنا. هخلص تقطيع وان شاء الله وهحمره وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. البصاره احنا مولعين عليها النار، هتاخد غلوه وهنشوفها من ملح مظبوط ونحط لها شويه التقليه اللي هيتحمر، واللون هنكرمله يدينا اللون اللي هو ايه الورد بتاع الكشري يعني. ماشي. هنمسكه بقى نحمره كده، حطينا له شعريه ملح صغيره عشان ما يبقاش حادق، وهنحمر فيه بقى. وبعد كده ايه هنحط شويه كده في قلب البصاره وايه والباقي على وش الاطباق وهوريكم عملي. ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم جميل، ومتشكره قوي على الناس اللي معلقالي وكاتبالي على اليوتيوب وعلى التيك توك كلام جميل، انا متشكره ليكم. همسك بقى البصل ده يحمر وارجع لكم تاني. شايفين بقى البصله كده اتكرملت وبقت جميله وردي. نطفي بقى كده ايه نطفي كده عليها البوتاجاز. ماشي. هناخد بقى شويه كده عشان نزوق الاطباق بتاعتنا الجميله. سهله مش صعبه واكله جميله جدا جدا جدا. انا عن نفسي بحبها، بس يعني بعملها قليل عشان مش اللي في البيت كلهم بياكلوها، مش بيحبوها. العيال اللي طالعه والجيل اللي طالع ما عاش يعني ايه ما عاش ولا شاف موضوع البصاره ولا جمالها، ولا طلعوا بقى على الهمبرجر والسندوتشات الشاورما والكلام ده. ما يعرفوش بقى الاكله دي ولا يعرفوا يعني قيمتها ولا يعرفوا طعمها ولا جمالها. احنا بقى اللي نعرف كده. شويه بصل زي دول هنكرمل بيهم الاطباق. ومعانا اللي فايت دوت بقى هنعمل بيه ايه. هنيجي كده للحله، كده وهي بتغلي هننزل بقى ايه شويه التحمير اللي فايت، شويه البصل وحبه الزيت اللي قلينا فيهم البصل بالطريقه دي كده. يا دوبك زي ما انتوا شايفين كده تاخد غلوه. وطبعا بص هنا يعني دوناها الملح بتاعها مظبوط، ولا محتاجه ملح ولا محتاجه اي حاجه. شايفين جمالها بالطريقه دي كده. تاخد غلوه كده ونطفي عليها البوتاجاز. وكده البصاره بتاعتنا خلصت وجهزت. هغرفها في الاطباق واوريها لكم. ورجعنا لكم تاني كده. غرفنا البصاره ريحتها تحفه وطعمها ان شاء الله يبقى احلى. كده حطينا البصل المكرمل من على الوش. في ناس بقى بتحبها سخنه يعني اللي بيحبها سخنه ما يغرفش كل الاطباق من الحله عشان ما تبردش. يعني لو انت عايزاها تبقى سخنه كل ما تغرفي مثلا تسخنيها تيجي تاكلي تسخنيها وتحطي. لو انت عاوزه بصل من على الوش كده تحطي. لو انت بقى بتحبيها يعني مش فارقه معاكي السخنه
وعايزه تغرفيها في الاطباق كلها غرفيها ورشي عليها البصل كده. تاكلوا بقى معاها جنبها قوطه كده مخلله، شويه بتنجان مخلل، بصل اخضر. تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. تحفه وطعمها وريحتها قلب الدنيا، وتاكلوها بالف هنا. وان شاء الله لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسونيش بشير ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.